السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ بصحة فطوركم؟ نتمنى لكم ان شاء الله صيامكم مقبول. كما كتشوفوا معايا اليوم غنجوز لكم واحد الطاجين ديال الحوت السردين بالروز. جا غزال ما شاء الله، اول مره في اليوتيوب، وانا عمري ما شفت واش كاين في اليوتيوب ولا لا. المهم اول مره كنحطوه في اليوتيوب. انا كندير دائما هاد الطريقه، تيجي ناشف وفن المذاق ديالو غزال، تيجي من الداخل ناشف. وداك الروز عادي. وبقاو معايا باش تعرفوا الطريقه باش وجدته كيفاش جا. كما كتعرفوا راني متوقته بالحامض البلدي المصير والزيتون البلدي المصير. نتمنى انه يعجبكم الطاجين، وبقاو معايا باش تعرفوا الطريقه باش وجدته وتشوفوا المقادير اللي درت فيه. ووجدته في نص ساعه، ما تياخذش منكم الوقت. انا كتبقات لي نص ساعه للفطور وجدته. ساهل في التحضير. والطريقه نوريكم باش طحنت الكفته ديال السردين. وباش طحنتها بواحد الاله اللي كاينه في كل بيت، ما تحتاجش انك تدقي في المهراز ولا ديري ليه طحنه يدويه ولا. ايوا بقاو معايا ان شاء الله. نشوفوا هانتوما كيف ما كتشوفوا خاطر وبنين ما شهيتكم فيه. والله يتجفن بنين وغزال في المذاق وغزال حتى في المنظر كما كتشوفوا معايا. كما كتشوفوا راه حبه نفقها لكم ناشف بالداخل. وطاب في الزيت ديالو، يعني الزيت ديالو الماء ديالو ما درتش فيه حتى قطره الماء. هانتوما الداخل كيفاش داير، فتحته بالموس ناشفه. تقدر تهزيها هكذاك وتاكلها يعني بلا خبز. ناشفه باش هيتكون فيه. بقاو معايا باش تعرفوا المقادير الطريقه اللي درت. وفرجه ممتعه. نوريكم دابا كيما درت معكم. انا اللي وجدته خديت معايا هنايا السردين، جبته جديد نقي وغسلته وحيدت له. طبعا شفتوا انا غسلته دابا، غسلته هنا. غنحيد له القشره، داك الحوت الغليظ ماشي داك الرقيق اللي تيكون فيه الهبره اللي كيجي في الكفته. هذاك الغليظ وكبير. كاين النوع الرقيق اللي كيجي في القليان ولا، هذا داك النوع اللي تيكون غليظ. كما كتشوفوا معايا غنحيد له ديك الشوكه اللي كتكون في الظهر، ونحيد له هذاك الشوك اللي في الراس. وغنطحنو. عندي هنا 5 المطيشات، عندي 2 جزرات او 2 خيزوات، 2 دروس الثومه، شويه القزبر المعدنوس والحامض، و5 المطيشات وحبه ديال البصله. شدي ولي قامه كما كتعرفوا هنايا درت انا سكينجبير، درت الخرقوم، درت الكمون، درت السودانيه كما كتعرفوا الشرموله كامله، ودرت سكينجبير. غنوريكم الطريقه باش خلطته وشنو درت في القامه. هانتوما زدت هنايا الثومه والربيع. نعصر ديك نص حامضه حتى هي نزيدها. نص حامضه نزيد العطريه اللي درت. نحيد هاد العظم ديال الفيسو. شوفوا الكفته كيف جاتني في غزاله، شتي كيفاش جات نقيه. طحنتها بالكاس ديال المونيكس، داك الكاس اللي كنطحنوا به العطريه، بها باش طحنت هاد السردين. وكتحلفي عليه انه الا درتي ليه الشحمه وشويتي تحلفي انه كفته ديال البقري. ها ما كتشوفوا درت الاولى حفله ديال الروز. انا عندي هنا رابعه الروز درت على حساب قياسي. انا ما كناخذش قياس، انا تقريبا خدا لي كاس ديال العنبه. كاس ديال العنبه انا خويا كامله العطريه اللي درت، وزدت كاس ديال الروز. هذه هو السر ديال السرديه، باش هذاك الكويرات باش كيجيو مجموعين من الداخل والحبات منفوخين. يعني وعاطي ديك كما كتشوفوا معايا ديك الفقاعات ديال الروز. انتما كتخلطها بيديا، كيعجبني نخدم بيديا باش نلبس هكا. كانت شي شوكه في الحوت ولا هذا نقيه مزيان ونخلطو كما كتشوفوا معلك مطحون. طحنتو في ديك الكاس تاع المونيكس، ديك العطريه كيطحنوا مخير. انا زدت واحد 2 كبشات تاع ديال الرز نكحتو ليها. ونمشي نجيب الطاجين ديالي. كما كتشوفوا الطاجين وجدته في اقل نصف ساعه. الطاجين ديال الطين ماشي دوك ديال المجلجين، هذا ديال الطين طبيعي. هنا عندي 2 خيزوات اولا 2 جزرات غنفرشهم لتحت
كما كتعرفوا السردين كيتواتى مع داك الخيزو اولا الجزر، كيتواتى مع السردين. غنفرشو. نتوما الخضره اللي عندكم ديروها، انا اللي عندي في الكوزينه استعملته. غندورو هكا على الطاجين، نستفو دوائر. وغندير دابا البصله دوائر. انا كنوجدو مزروبه، يعني الفطور مبقاش ليه بزاف، نصف ساعه. وغنوجدو قطعت المطيشه يعني 5 الحبات درتهم. وهنا غنخلط الرز مع الكفته ديال السردين. كتشوفوا نقيه الكفته تبارك الله، نقيه مطحونه مزيان. غندير الكويرات صافي وغنبدا نستف. انا هنا كندير كوارات كبار يعني بسرعه. كما كتشوفوا داك الكويرات كتضاعف الحجم ديالهم بعد ما تيطيب. داك الروز كيتنفخ، كيتضاعف الحجم ديالو. داك الروز عادي ماشي روز كلاصي. هذا الروز تيعطي واحد البنه للحوت، كتحل في انك كتاكل كفته ديال البقري ماشي ديال الحوت السمك. كتعرفوا الفوائد ديال السردين. بعد ما الدراري متيبغوش ياكلوا، حنا كيطلع لنا القلي الحوت في الفران وقلي الحوت المقلي، هذا صحي تاكليه ناشف. يعني الناس صحاب الكوليسترول او صحاب السكر، خير هاد الطاجين كتنص بيه ولا اروع. والله كما كان زوين ما نحطوش، مأكده انه زوين وجربوه ساهل. انا مقطعش لكم كاع الفيديو. كتعرفوا وجد معايا الطاجين في اقل من نصف ساعه. ايوا كما الطريقه باش وجد، ها فاش جا ناشف ومذاق رائع ولا اروع. نتمنى انه يعجبكم الفيديو وتجربوه، وما تنسونيش من التعاليق ديالكم الزوينه واللايكات ديالكم اللي دائما كتفرحوني بها. هذا الزيتون البلدي في الاخر زدته من الفوق، تقدروا نتوما ديروه في الاول يطيب. انا كيعجبني الزيتون هكا بالحموضه ديالو ناكلو من الفوق، زوقته من الفوق. كما كتعرفوا شوفوا داك الروز كيفاش كيجي ملبس، يعني عاطي هكاك المنظر غزال. والحوت كيجي ناشف، والطاجين ما درتش فيه النقطه ديال الماء، طاب غير في الماء ديال الحوت ديالو. ونقصت عليه البوطه طاب ليا في نص ساعه. نتمنى انه يعجبكم الطاجين. ما تنساوش بالتعاليق ديالكم الزوينه وقناتي المفضله اللي بالتعاليق ديالكم كنزيدو القدام والتشجيعات ديالكم اللي كتفرحنا. وشكرا لكم على المشاهده، وما تنساوش بالتعاليق واللايك ديالكم. وفرجه ممتعه، الى اللقاء في حلقه مقبله ان شاء الله. مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك
صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. هانتوما كتشوفو خاسر مفيهش حتى نقطة ديال الماء، يعني الماء طاب الماء ديالو. هانتوما كما تشوفو الروز طايب حتى هو وناشف في نفس الساعة، كلشي طاب، يعني طاب الخضرة، طاب الروز، طاب الحوت، بالصحة والراحة طاجين. نتمنى انكم تجربوه بصحتكم وراحتكم. ما تنساوش التعاليق ديالكم ولايكات، والى اللقاء.